اندومي عراقي بالطماطة اللاذعة. حتى الاندومي لاذع شويه. رهيب بدون مبالغه، حيل طيب. ما راح اقيمه، تقدركم تجربوه وتقيموه. اللي ما يحبون طعم المعجون مثلي، هاي الوصفه لكم. تذكرون لما جربتها وانصدمت بالطعم، بس كان شويه بيها تعديلات. هسه هاي بعد ما عدلتها. شويه زيت وصل فلفل اخضر. بعد 5 دقائق نشيل الغطاء، وهاي اسهل طريقه حتى نشيل قشر الطماطه. الطريقه الاولى كانت مشكلتنا بس القشر، هاي اسهل طريقه حتى نشيل القشر بيها. نهرس الطماطه، شوفوا اللجعه بالمهراسه او الشوكه، او استخدموا البلندر. شوفوا انا هرستهم بالبلندر هوايه افضل، انطاني صوص طماطه ناعم، بس ضفت لهم ربع كوب مي. هسه شو نسوي؟ كيسين اندومي نكسرهم كل زين. ننزل الاندومي، نزلت كيسين اندومي، تقدرون تسوون بس واحد. ننزل البهارات بدون حوادث ما يصير. كيس فلفل واحد، بهارات الكيس الثاني، نزل عليهم نص كوب مي، ننطيهم خلطه سريعه. لاحظوا لي الصوص السائل بهالكميه لازم يكون. نغطيه ونتركه على نار هادئه 3 دقائق. اذا شفت الاندومي ناشف تقدرون تضيفون له بعد مي. 3 دقائق وشلت الغطاء. انزل شويه دبس رمان وخاشوقه مليانه جبنه كريمي، ونعطيهم خلطه سريعه. انا احب الاندومي شويه بصوص، فضفت لهم شويه مي. ضروري يصير ترند هذا الاندومي، ما راح تلقونه طيب من